عن الكلام كل شويه كلام كلام كلام، لكن اعتقد يعني الزمالك عايز يروح للمحكمه الرياضيه، بيقول كده يعني، وهيتوجه المحكمه الرياضيه. وامبارح كابتن مدحت شلبي لاول مره ثروت سويلم المدير التنفيذي يظهر على الساحه ويقول بعض الكلام اللي بيؤكد فيه صحه موقف اتحاد الكره المصري. ما هو يا كابتن خالد موقف اتحاد الكره من اول يوم صحيح. مهيب بص على الورق صحيح. هقول لك حاجه، يعني طبعا ثروت سويلم انت عارف انه صديقي جدا حبيبي يعني احنا حجينا مع بعض، لكن في النهايه لن نستطيع ان احنا نقول ان ثروت عنده حق او مش عنده حق، لان هو في النهايه شهادته مجروحه، لان هو يعمل، هو واحد من ضمن اللي اتخذوا القرار، وبالتالي لابد ان يدافع عن قراره. قد يكون قراره سليم مليون في المية، وقد يكون غير سليم، حتى لو غير سليم هيقول انه سليم. اقول لك حاجه؟ اتفضل. لا مش هقول. بلاش انت كل حاجه يعني مش فاهم. لا بس هو استوقف اصل يعني. هو في موضوع ما ينفعش يتقال. لا قوله. لا والله قوله. لا ما ينفعش. طب ليه؟ مش دلوقتي. طيب يعني موضوع يبين ايه؟ ان اتحاد الكره قراره لا لا الزمالك مش عايز، كانش عايز يلعب. فعلا. انت راكبك عفريت ولا ايه؟ مش فاهم انا. بس خلاص الزمالك ما كانش عايز. بتكلم جد والله. الزمالك هتعيط. هو ماله؟ لا يعني بتكلم جد، اصل يعني حد قال لي الكلام ده، الزمالك مش عايز يلعب غير قبل يوم الثلاث يعني لاسباب معينه. طيب هو ده مهيب ولا عفريت اللي قاعد قدامنا؟ انت راكبك. انصرف يا ابني، انصرف يا ابني. طيب انا عايز اقول بس امبارح مع احترامي طبعا لثروت سويلم، هو قال كلمه تحسب عليه. ايه هي؟ هو قال لك ان الدوله هي اللي عايزه كده، يعني الدوله هي اللي قررت الماتش يبقى يوم الاحد. ده كلامه. لا هو ما يقصدش الدوله ان هي قررت يوم الاحد، هو يقصد المخاطبات الامنيه ما بينه وما بين الامن اتفقوا على يوم الاحد. لا هو قال بص، ليه بتفسرها الدوله؟ مش بتفسرها هو يعني باللفظ كده، قال ما هو الامن هو الدوله. لا ما انا عارف ماشي يعني ما هو الدوله الامن، انا قصدي الامن يعني. الدوله عايزه ماتش يوم الاحد. لكن يا باشا الدولة يعني. يا باشا الجواب اللي رايح، الجواب اللي جاي من الامن بيقول ايه؟ بيقول خلينا الماتش يوم الاحد بناء على طلبكم. طب هو يعني اللي طلب يوم الاحد هو الاتحاد، مش الدولة اللي حددت الحد. ايه المشكلة ان كان الزمالك ايه المشكلة ان كان الزمالك يلعب الحد برضه؟ وايه المشكلة ان كان الزمالك يلعب الثلاث؟ خد وعد بالتليفون على يوم الثلاث، بس ما خدش ورق. يعني خد وعود تليفونية. طب اقول لك حاجة؟ يعني ما ننكرش دي. اقول لك حاجة، انا بشتغل في قناة ايه كل يوم جمعة؟ دريم. تمام. مرتضى منصور طلع مع مين يوم مع وائل ابراشي. تمام. فهناك مدير الانتاج ووائل ابراشي، وعلاقتي بمدرين كويس. مرتضى منصور سمعهم ايوه مكالمه، ما هو اللي برشل كده على الهواء ما بينه وبين المهندس هاني ابو رضا، وهو بيقول له الماتش يوم الثلاث. تفاصيل بقى بقيه المكالمه ايه اللي سمعوه كده بالظبط. ايوه سمع جزء خلاص يا سياده المستشار، الماتش يوم الثلاث. ده جزء من المكالمه. ايه المشكله؟ انت سمعت المكالمه؟ لا امال بتدافع لا انا عايز المكالمه تطلع. لو هي المكالمه كده قانونا ما ينفعش. قانونا ما ينفعش طبعا. خلاص يبقى ما تتكلموش فيه. طب بس عايز اقول لك حاجه، يبقى ما تتكلموش فيه. لا عايز اقول لك حاجه. لا ما تتكلموش فيه. انت علاقتك بمرتضى منصور كويسه جدا جدا. طيب مش ممكن اسمعها لك؟ ما يعني حتى لو بص، انت سمعت المكالمه كلها؟ لا ما سمعتش حاجه طب خالص. انت سمعتها؟ انا ما سمعتش حاجه خلاص ما حدش بس هم في دريم بيقولوا لي يعني عشان نوصل ما وائل قال لنا، وائل ابراش طلع على الهواء. انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه استاذ وائل على عشان نوصل لكلام واضح يا كابتن خالد. واضح هو قرآن هو ولا ايه؟ لا دي مكالمه. لا مكالمه خلاص. انا ما سمعتهاش. كل ده هو واحد سمعها يبقى مصر كلها سمعتها؟ لا اسمعني بس يا مش صح الكلام ده. اسمعني، الفكره كلها ان الامور كلها دايره في الاطار العرفي. الحاجات اللي قدامنا من غير اولاد يعني. احنا لسه في اول الحلقه ما تزهقوناش. ما قالش الكلام ده يا جماعه. احنا الناس بتسمعنا. مش بقول لك راكبوا عفريت. في ناس بتسمعنا متعلمه ومحترمه، وحتى سوري يعني حتى الناس اللي هي ماشيه بركه ربنا ولا بركه ربنا. الناس محترمه وناس بتفهم، فمش عايزين حد يضحك علينا. طب ليه يضحك علينا؟ الفكره كلها ما هو كده يعني. لا انت بتدافع وخلاص. مش دافع عن ايه؟ بيضحك علينا في ايه طيب؟ لا اله الا الله. دافع عن ايه؟ انت دلوقتي مال التوك توك بكلامنا. انت بقول لك فين ان حتى الناس، كل الناس بتفهم. طب دعونا يعني ماشي، ما احنا بنتكلم بالمنطق اهو. ناس محترمه وناس عارفه احنا بنقول ايه، فلازم نحترم عقول الناس اللي بتسمعنا. الله ينور عليك. اسمعني بقى، انا بقول دلوقتي الموضوع كله في اطار ايه؟ كلمه عرفي يعني ايه؟ يعني كل الواحد بنتكلم في عادات عرفيه، في مجالس وديه يعني.
انما فكره ان المكالمه تطلع، مستر مرتضى منصور يدرك قبل اي حد ان هو ما ينفعش يطلع المكالمه دي. خلاص يبقى ما لأن هو- نتكلمش عليها. ماشي، ما انا هكمل لك كلامي بس. ماشي، يبقى اذا المكالمه ما ينفعش تطلع، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا بنتكلم في جزئيه، كابتن خالد قال جزء والنبي صلى الله عليه وسلم قال جزء. هو السؤال، طبعا احنا عارفين ان الامن بيوافق على المواعيد التي يحددها اتحاد الكوره، مش العكس. ما هو مش وزاره الداخليه مش اتحاد الكوره. يقول لك انت بتدي له اليوم، يقول لك اليوم ده او اليوم ده لا. مثلا يعني يعني وفقا للكلام ان اليوم السبت ده اتقال لا، خلاص اتحاد الكوره اقترح يوم الاحد. بالظبط. تمام. لما انت اقترحت يوم الاحد كاتحاد كوره، تبعت لنادي الزمالك ان انا عايز الماتش ده هيتلعب يوم الاحد لان يوم السبت فيه كذا 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 بناء على تعليمات الامن. طبعا لازم تكمل الكلام. بعد عندي ماتش يوم الاربعاء، وزي ما قال كابتن حازم امام معانا، ايه بقى المشكله بقى ان اتحاد الكوره كان بعت الجواب مفصل ان انا هخلي اليوم ده الماتش ده يوم الاحد على ان يتم ترحيل ماتش طلائع الجيش ليوم الخميس. طب ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. احنا مش بنمشي باللوائح؟ مفروض. عارف انا لو رئيس نادي الزمالك وانا هتعامل بالورق الرسمي بس. تمام. يعني واتحاد الكوره هيتعامل بالورق الرسمي. تمام. البقيقي زي ما انت بتقول كده مهيب، فكره ان انا مسجل لك وانت قلت في البتاع ما بيتاخدش بيه. خلاص انا بيني وبينك ورق رسمي، تمام؟ طيب اللائحه انا بقى هستند كرئيس نادي، لو انا رئيس نادي الزمالك هستند على اللائحه بتقول ايه؟ لابد من اخطار النادي بميعاد المباراه رسميا قبلها ب 48 ساعه، صح ولا مش صح؟ 72. في جواب 72. في جواب راح يوم تمام. الجواب اللي جه لنادي الزمالك يوم السبت يا بيه، في جواب راح يوم الثلاث، ما بتتكلمش عنه ليه؟ بميعاد المباراه. هي لا. لا محمد عبد السلام قال كده يا سيدي احنا شفنا جواب بيقول ان هو يا كابتن خالد، لاجل غير مسمى، وان هم خالد. مش عايزين الماتشات في شم النسيم. اقصد يا كابتن ان الماتش اتبعت للزمالك يوم الثلاث، ان الماتش بتاع يا جماعه باللائحه امبارح كابتن وليد صلاح قال جمل لطيفه وجميله بالود والحب. قال لك بالود والحب. انا ما ينفعش يا كابتن خالد، انت راجل دلوقتي بنكلم بعض كل يوم. وسوري انا مهيب، بتميل عليا وانا بميل عليك. وانا بعمل لك مثلا، انا مهيب بعمل لخالد خدمات كتير. خلاص اجي لما ما اعملش خدمه اطير رقبتك، يبقى مش صح، او اعكسها، بلاش عليك. يعني خليك انت اللي بتعمل لي خدمات كتير. لما تيجي الكابتن خالد مثلا انا اقصده في حاجه او تاثر معايا في حاجه، او جايب سيف ومطير رقبتك، لا ده منطق لازم يتغير، لان العقليه اللي هي بالمنطق ده تبقى عقليه مش مظبوطه. طيب على العموم تعالوا نطلع لفاصل وما نرجع نتكلم في حاجات كتير، بس برضو يا جماعه قولا واحدا، طبعا كلنا بنحترم بنحترم الامن وبنحترم اتحاد الكوره وبنحترم المستشار مرتضى منصور، لكن الماضي بيؤكد لي ان الواحد من حقه يشك، لان ثروت سويلم نفسه طلع في خناقه مع خالد القماش وقال لك الامن رافض تماما اقامه مباراه الاهلي والاسماعيلي بالظبط، وبعد كده الامن وافق على اقامه المباراه. هنا بقى اللي يخلينا نشك بقى في كلام ثروت. أيوة بقى انت ليه بتقول دايما الامن مش موافق تماما ويرجع في الاخر الامن يوافق؟ طب كمل المعلومه اللي انت قلتها عشان الناس تعرف. ماتش الاهلي والاسماعيلي في نهايه الموسم الماضي كان المفروض الاهلي عايز يلعبوا في اول يعني اتحاد الكوره كان عايز يلعبوا في برج العرب. الماتش كان ماتش نادي الاسماعيلي. ايوه. ثم الاسماعيلي تمسك بحقه في اقامه المباراه في ملعب بترو سبورت. بالظبط. تمام. وفي نهايه الامر او نهايه المطاف قيمه المباراه وموافقه الامن على ملعب بترو سبورت، وانتهت المباراه بفوز الاهلي 2-0. يا ريت مش كده كمان. ده 15 يوم او 20 يوم قبل اقامه المباراه خناقات على الهوا ومداخلات على الهوا ما بين خالد القماش وثروت سويلم والعبيد محمد ابو السعود في خناقات. هذا يؤكد ان الامن غير موافق تماما، وهذا يؤكد لن نلعب المباراه الا على الملعب اللي احنا نختاره لان ده ماتشاتنا. وفي الاخر اقيمت المباراه على الخناقه اللي بقى لها 15 يوم. ثروت سويلم بيقول ايه؟ بيقول مش هنلعب، ممنوع، الامن قال لا مش ممكن، ده مخاطبات امنيه، ده عارف ليه يا كابتن؟ عارف ليه يا كابتن؟ لان الاسماعيلي ادار معركته في الموضوع ده لاول مره
بشكل صحيح. لا معلش بقى هقول لك ليه بس. طب اسمعني طيب يعني حضرتك طب اقول لك الجمله. مش اداره اسماعيلي. ما اقول لك الجمله وبعد كده علق براحتك. اتفضل عشان نطلع فاصل. انا اقصد ان الاسماعيلي قال هاتوا لي الموافقه الامنيه او الرفض الامني على اقامه المباراه في بيتروسبورت. خلاص ما ترجعوناش بقى. اتحاد الكوره ما طلعش الموافقه دي. فبالتالي تمسك اكتر نادي الاسماعيلي بحقه في اقامه المباراه بملعب بيتروسبورت. طيب حضرتك بقى هنا بقى اقصد يا كابتن، اقصد المكاتبات يا باشا. مستر مرتضى منصور خدع ان هو يعني يتعامل منطق ايه، خلاص انا هشوف الوضع ايه. حته ثانيه يا احمد خالص. انا بسالك سؤال. معنى كده ان ما كانش فيه رفض من الامن على بيتروسبورت. طب ما كانش فيه رفض. طيب يبقى كده خلينا شك. انا بقى انت كده تخلينا شك. تعال نطلع الفاصل. والله الفاصل